الموضوع غادي يركز على التضامن ديال المغاربة والاحتياطات اللي خاص الدار وكيفاش السوشيال ميديا كتعاون ولا كتخلع الناس في هذه المواقف. فيضانات المغرب والتضامن. السلام عليكم. اليوم الحلقة ديالنا غادي تكون شوية جدية. بغينا نهضروا على الفيضانات اللي عرفوها بزاف ديال المناطق في المغرب مؤخرا. قلوبنا مع كاع الناس اللي ضروا. وعليكم السلام. بصح المشاهد اللي شفنا في السوشيال ميديا كانت صعيبة بزاف، ولكن الحاجة اللي كتفرح ديما هي التمغربيت والتضامن اللي كيبان في هاد اللحظات. فعلا المغاربة ديما يد وحدة. ولكن سليمة، واش ما كيبانش ليك بلي السوشيال ميديا احيانا كتزيد طين بلة؟ بنادم كيبقى يبارطاجي فيديوهات قديمة او اخبار كاذبة كدير الرعب للناس. هذه هي المشكلة. خاص الواحد يتأكد من النشرات الإنذارية ديال الأرصاد الجوية، ماشي من قالوا لي في الواتساب. الحذر واجب، ولكن بلا خوف زايد. بصح والمشكل هو كاين الناس كيشوفوا الواد طالع وكيمشيو يصوروه من قريب. هذه راه مغامرة بالحياة ماشي غير شجاعة. إيه، ستيل ما كيرحمش. خاص بنادم يباعد على مجاري الوديان والقناطر اللي كيبانوا ضعاف. السلامة هي الأولى. كاينين مناطق معزولة اللي تأثروا بزاف. واش شفتي دوك المبادرات ديال الشباب اللي كيجمعوا المساعدات وكيديوها لتما؟ شفتهم، وهادشي هو اللي كيميزنا. ولكن خاص حتى البنية التحتية تطور باش ما نبقاوش نشوفوا هاد الخسائر كل مرة كيطيح فيها المطر شوية بجهد. كلامك معقول. الفيضانات ظاهرة طبيعية، ولكن الاستعداد ليها كينقص من الضرر. شنو هي النصيحة اللي نعطيو للناس اللي ساكنين قبالة الوديان؟ أول حاجة يتبعوا التعليمات ديال السلطات المحلية، يجمعوا الوثائق المهمة في بلاصة واحدة وسهلة الهز، وما يحاولوش يقطعوا الطريق إلا كان الواد دايز فوق منها بالسيارة ديالهم. صحيح، نقطة واحدة كتقدر تغرق قموبيل. وبالنسبة لنا خنا اللي بعاد، التوعية هي السلاح ديالنا. الله يحفظ بلادنا ويحد الباس. وشكرا لكاع الناس اللي واقفين في الميدان، من وقاية مدنية وسلطات ومتطوعين. آمين. تضامننا هو قوتنا. إلا عجبتكم هذه النوعية ديال الحلقات التوعية، خليوا لنا رأيكم في التعاليق. تهلاو في راسكم وكونوا حذرين.